جا عنده واحد شاب صغير وقال ليه: بغيت نكون بحالك، نعاون الناس بلا ما نستنى مقابل. يونس ابتسم. لكن الأهم، يونس منساش الخير اللي دار فيه داك الرجل المسن. واحد النهار في الصباح، يونس كان راكب الدراجة ديالو وغادي المعمل، وتلقى طفل صغير كيمشي على رجليه للمدرسة، والطريق كان بزاف، وداك النهار كان الامتحان الموحد. قرر يونس يركب معاه الطفل أمين ويوصلوا للمدرسة. يونس كان كيبدل مزيان، والعرق بدا ينزل من جبهته، والبرد ديال الصباح كيضرب ليه في وجهه. أمين كان شد فيه مزيان وفرحان. يونس كمل الطريق للمعمل كأن بكالته عندها جوانح. وصل للبوابة لكها مسدودة. العساس بوشعيب شاف فيه بواحد النظرة ديال الأسف وقال ليه: مشيتي فيها يا يونس، المدير جديد قال لي اللي جا معطل يرجع لدارهم، واليوم كاين اقتطاع من الصالير. واحد شوية وقفات واحد السيارة سوداء فخمة قدام الباب، نزل منها راجل لابس بدلة رسمية، ملامح وجهه كانت قاصحة. شاف يونس اللي جالس حدا بكالته القديمة، وشاف السلسلة ديال البكالة اللي كانت فيها شوية ديال الزيت. الراجل: انت هو اللي كنتي غادي بالبكالة في الزنقة الفوقانية وهز معك دري صغير؟ يونس بكل أدب: نعم سيدي، شفتو غيتعطل على قرايته ووصلته. الراجل سكت لثواني. الحارس بوجعيب كان كيرجف كيسحب ليه هذا الراجل غيجر. المدير دار عند الأساس وقال ليه: حل الباب ودخل بكالة يونس لوسط المكتب ديالي. هذه ماشي غير بكالة، هذيك رمز ديال الرجولة. داك النهار يونس ما تقتطعش ليه من الصالير، بل المدير علن قدام كاع العمال باللي يونس غيولي مسؤول الفريق، وقال ليه: يا يونس، هاد الدراجة الهوائية ديالك دارت كتر من جهدها، واليوم جا الوقت فين هي ترتاح وانت ترتاح. هاد الدراجة النارية، الموتور هي هدية من الشركة ليك اعترافاً بشهامتك. يونس شاف الموتور الجديد كيشعل، وفكر في المسافات اللي كان كيقطعها، وكيفاش هاد الوسيلة الجديدة غتخليه يساعد ناس يونس ما رماش بكالته القديمة، بل صبغها ونظفها وعلقها في بلاصة باينة في المعمل باش تبقى أنتيكة وشاهدة على بداياته وكفاحه. ومن داك النهار ولا يونس كيدوز في الزناقي بالموتور ديالو، واللي لقاوه غادي للمدرسة أو الخدمة ومعطل كيركبوا وراه بكرامة وسرعة. والدعوات